الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس الثاني من التعليق على الكتاب المبارك رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. وتكلمنا في الحلقة الأولى عن شيء من سيرته، وقرأنا مقدمة كتابه ومقصوده من تصنيفه ومنهجه فيه. واليوم إن شاء الله نبدأ في أول باب من أبواب هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. والباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وهو فرجة يتوصل منها من داخل إلى خارج. وفي الاصطلاح اسم لجملة مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبا. قال باب، أي باب وجوب الإخلاص وإحضار النية. والنية هي القصد والعزم، وتقع النية على معنيين: المعنى الذي يذكره الفقهاء تمييز العبادات عن بعضها، كتمييز الصلاة المفروضة عن النافلة، وتمييز الصوم الواجب عن صوم التطوع، وكذلك تمييز العبادة عن العادة، كتمييز الغسل الذي يقصد به الطهارة من الغسل الذي يقصد به التبرد. والنية في كلام السلف يقصدون بها قصد وجه الله عز وجل بالعمل. أو ماذا تقصد بعملك؟ هل تقصد وجه الله أو تقصد غير ذلك من الحظوظ الأخرى؟ والنية محلها القلب، وهذا متفق عليه بين المسلمين، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا تعلق لها باللسان، بل ذكر العز بن عبد السلام أن الأئمة الأربعة لم يشترطوا التلفظ بالنية، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه التلفظ بها، بل إن التلفظ بالنية من البدع، كما ذكر ذلك أهل العلم. قوله في جميع الأعمال مثل الصلاة والصوم، والأقوال مثل الذكر وقراءة القرآن، والأحوال مثل الرضا والغضب والحب والبغض، البارزة والخفية، أي من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. والإخلاص شرط في قبول أعمال العبيد، وهو غاية كل مريد، وما سبق الأولون إلا بإخلاصهم وصدقهم، وإن كانوا أقل عملا من غيرهم. والإخلاص هو إفراد الحق بالقصد، هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد. يقول سهل التستري رحمه الله: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. وقيل الإخلاص تفريغ القلب لله، أي صرف الانشغال عما سواه، وهذا كمال الإخلاص لله تعالى. وقيل الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، يخرج العبد عند عمله لله جميع الخلق من قلبه. وقيل الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. وقيل استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. وسئل التستري رحمه الله: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، ليس للنفس في الإخلاص نصيب ولا حظ. لذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. والمخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، كما قال ذلك يعقوب المكفوف رحمه الله. وقيل المخلص من يستوي عنده مادحه وذامه. والإخلاص إخوة الإيمان هو حقيقة الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو فرض واجب
فرض واجب وشرط في قبول الأعمال. وللإخلاص فضائل تبين عظيم منزلته، فمنها أنه نجاة من الشيطان وإغوائه، كما قال الله عز وجل حاكيا عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قرأ جمهور القراء المخلصين بكسر اللام أي المخلصين، وبالفتح الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه، وما أخلصهم الله إلا لإخلاصهم. والإخلاص يورث الجنة، كما قال الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. والإخلاص يطهر قلب العبد من الحقد والغل والخيانة، كما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، فذكر منها وأولها قال إخلاص العمل لله. والمعنى أن الذي قام بهذه ال3 طهر قلبه من الحقد والغل. والإخلاص سبيل النصر، الإخلاص سبيل النصر. ولذا جاء عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومن فضائل الإخلاص أنه يفرج الله سبحانه وتعالى به، يفرج الله سبحانه وتعالى به هموم العبد ويخرجه من كرباته ومن الشدائد، كما في قصة ال3 الذين آواهم المبيت إلى غار انحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح وذكر في دعوته قال اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فأنجاهم الله عز وجل بإخلاصهم في أعمالهم. ثم ذكر النووي رحمه الله بعد هذه الترجمة 3 آيات في الباب. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل الكتاب وكذلك جميع في سائر الشرائع أمرهم بالإخلاص، وأن يقصدوا وجه الله عز وجل بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة من صلاة وصوم وغير ذلك مما له تعلق بالدين. والآية الثانية قول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لا يصل الله سبحانه وتعالى اللحم ولا الدم فهو الغني الحميد، إنما يصله الإخلاص والنية الصالحة واحتساب الأجر منه سبحانه. فالعمل الذي لا إخلاص فيه كالجسد الذي لا روح فيه. وأعظم التقوى الإخلاص لله عز وجل، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى كلمة التوحيد سماها كلمة التقوى. والآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وهذه الآية فيها بيان إحاطة الله عز وجل، إحاطة علمه بكل شيء منها أعمال العباد الظاهرة والباطنة ومقاصدهم، وأنه يعلم خبايا النفوس وما تخفي الصدور، وهذا فيه أمر للعباد بأن يراقبوا قلوبهم وأن يراقبوا أعمالهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من ذلك. والنووي رحمه الله فقيه دقيق ذكر هذه الآيات ال3، وكل آية تتكلم
أو تتحدث عن معنى من معاني الإخلاص. فالآية الأولى فيها الأمر بالإخلاص، والآية الثانية فيها إحضار النية عند العمل، والآية الثالثة فيها مراقبة العبد لأعماله الظاهرة والباطنة، وأن ذلك لا يعزب عن علم الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.